ما كانتش تتخيل إن محاولتها لإنقاذ كلاب صغيرة عمرها أيام بس من الدهس تحت عجلات العربيات هتكلفها نور عينيها. الحادثة دي في كومباوند جاردينيا، وبدأت لما طفل بلغ واحدة من السكان إنه شاف كلاب صغيرة على الطريق والعربيات هتدوس عليها. الست راحت تنقذ الكلاب دي وتشيلها من على الطريق وتحطها على جنب في مكان آمن، لكن واحد من السكان ما عجبهوش اللي عملته لأنه ضد الكلاب أصلا وكان مفكرها مش من السكان، فهي قالت له إنها ساكنة وبتنقل الكلاب على جنب. ووسط ما هي بتتكلم معاه ظهر والده وكان معاه مادة حارقة، رماها على وشها وهرب من المكان. الست دي فضلت تصرخ وتجري وراه وتقول له رميت ايه، لكن هو ركب العربية المرسيدس مع ابنه وهرب بسرعة من المكان. في الوقت اللي كانت واحدة تانية بتصور اللي حصل، الست الضحية قالت بعد كده إنها كانت في الشارع الرئيسي بالمنطقة واتفاجئت بطفل صغير بيقول لها إن في كلاب صغيرة في الطريق والعربيات هتدوس عليها. أضافت كمان وقالت نزلت أساعدهم واشيل الكلاب على جنب عشان ما يحصل لهمش حاجة. وفجأة الشاب جيب عربيته وابتدى وقتها يزعق لي ويقول لي إيه اللي جابك هنا، وبيقول لي إنهم فاكريني مش من سكان المنطقة. تبعت كمان وقالت حاولت أفهمه إني بساعد كلاب صغيرة، قلت له أنا واقفة هنا وأنت مالك. خلال الكلام جه والده فجأة ومعاه حاجة في إيده رشها عليا وجري. السيدة الضحية قالت إنها في البداية ما كانتش تعرف المادة اللي اترشت عليها دي إيه، وقالت اتخضيت وسألته أنت بترش إيه، وبعدها حسيت بحرقان شديد في عيني وما كنتش فاهمة بالظبط هو رش إيه، وجريت بعدها وراهم. كمان أكدت إن المتهمين هربوا من المكان بسرعة، وقالت الأب ركب العربية مع ابنه وجري، وأنا دلوقتي عيني مش شايفة بيها ومش عارفة هرجع أشوف بيها تاني ولا لأ.